السلام عليكم متتبعي الكرام، ومرحبا بكم في قناة شهيوات بلادي مع زكريا. اليوم نشارك معكم بلا ديال السمك متنوع مع الخضره، مرافقه الخضره، اكله صيفيه كتصلح غير في الصيف. وبما اننا راه الصيف على الابواب، نبعدوا على الطاجين، على المرق، كنوجدوا شي حاجه اللي ناشفه وكتحل الشهيه. السمك متنوع على الاشكال بواحد التتبيله كتجي روعه روعه، وكيجي السمك لذيذ بحال ديال المطاعم، بلا شرموله بلا كتر التعقيدات، موجود في كل بيت. وكذلك مرافق بالخضره كيجي رائع، شهوه منه. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو الاخير، ولا عجبكم ما تنساونيش من بارطاج والاشتراك مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده. ونبداو على بركه الله. هنا عندي كيف ما كتشوفوا الخضره مع السمك. عندي جوج الحبات ديال البطاطا كبار، عندي جوج هنا 4 ديال الفلفلات، عندي السمك على الشكل. دابا نشرح لكم شنو عندي. يمكن لكم تستعملوا اي سمك متواجد عندكم، ماشي ضروري داكشي اللي استعملت انا. عندي واحد الحبات ديال مطيشه صوغي او مطيشه صغيره، جوج دنجالات، عندي خياره، عندي كذلك قرعه وخيزو. عندي هنايا الروز تقريبا كاس فزقته هنايا، كل ما كيرطب بالماء كيجي زوين. انا فايته مشاركه معكم. عندي هنايا كيف ما شفتوا جوج ديال الليمونات او حامضات، عندي جوج حامضات صغار. يمكن لكم ديروا الحامض الكبير، حامضه واحده كبيره. هاد التتبيله اللي هنتبل بها البنات راه كيجي رائع بحال ديال المطاعم، بلا شرموله، كتجي لذيذه. يعني غير هكا عصره ديال الحامض وشويه ديال الملحه، راه كتجي تتبيله رائعه. غير هو البنات ضروري ضروري ترقدوا هاد السمك بكري شويه. اول حاجه تبداو بها هو السمك ضروري يرقد معنا بالحامض والملحه، ضروري هي اللي كتخليها تشرب داك الحامض وداك الحوت يشرب داك البناد الحامض، وكيجي منكه كانك مشرمله. هو راه غير الحامض فيه. صافي هنا عندي واحد شويه ديال الكروفيت، عندي واحد جوج ميرنات، عندي سمك الشرن، وعندي كذلك الشطون. ماشي ضروري نفس الاسماك اللي عندي، اي سمك متواجد عندك يمكن لكم تستعملوهم، ماشي نفس السمك اللي عندي. انا هنايا غنضيف واحد شويه ديال الحار او السوداني، اختياري ماشي ضروري. يمكن لكم بلا حار راه كيجي لذيذ ما تشبعوش منه، غير هو حنا تنفضلو كيعجبنا الماكله تكون شويه حاره. هنا نستعملو في واحد الاناء اللي يكون شويه كبير باش نخليهم كاملين يتشربوا. حتى الحامض ديالو غنضيف له. كل ما كنضيفوا له الحامض كيجي لذيذ. عفوا الليمون، حنا الحامض في المنطقه ديالنا تنقولوا له الحامض هو الليمون. صافي هنايا نجمعهم كاملين وكنديرهم في جانب، نخليهم حتى لساعتين د المكنه هما تيتشربوا داك الحامض. هنا الجزر كيف ما شفتوا قطعتوها بهذه الطريقه هكا مرصوات طوال، كنديرهم في هكا في كاسرونه تيطيبوا ليا. كيتسلقوا غير بالماء والملحه. وكيف ما شفتوا عندي الدنجال هنا تنشويه غير على حدايا هنايا على النار على البوطه، يمكن لكم تستعملوه الفران. ومني غنسالي الدنجال غادي نشويه حتى الفلفله. انا ما نشاركش معكم شويه ديال الفلفله غير باش نربحوا شويه د الوقت. هنا الفلفله من بعد ما شويتها قطعتها بهاد الطريفات هكا صغار. تنزولوا داك الزريعه، كنزولوا داك المجن ديالها وكنقطعها طريفات. عندي هنا الخضره من بعد ما تسلقت ليا القرعه وتسلقت ليا خيزو بالماء والملحه. سلقت كذلك الروز غير هو غير بالماء والملحه، راني فايته مشاركه معكم، كيجي رائع بالنكهه ديالو. هنايا شحرت واحد شويه د البصله وحده، تكون موين ماشي كبيره. وملي تشحرت نزلت تماما، ضفت واحد شويه ديال السمك ديال الميرنا وتبلتها غير بشويه د الكمون وشويه د البزار. راها كتجي مرافقه للرز الغزاله غزاله ولذيذه ما تشبعوش منها. كانكم دايرين طون معلب او لا احسن، هكا كيجي افضل من الطون معلب. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه ديال هذا الرز. انا هذه الكميه كلها ما شاء الله تكملت ليا في وجبه واحده. صافي هنايا كيف ما شفتوا انايا نحضر واحد المقله، غادي نصوطي داك الخضره اللي سلقت. عندي معلقه ديال زيت الزيتون، واحد ضرس ديال الثومه اللي انا حكاه او مدقوق اللي متواجد عندكم ساهل، يمكن لكم تدقوه او تحكوها، غير المهم تكون الثومه ضروري رقيقه. صافي كنصوطي شويه داك الزيت حدو تيغلى وكنصوطي الخضره فيها. كيجيب متبل بهاد الثومه كتجي لذيذه، ومع زيت الزيتون كتجي لذيذه. الخضره ضروري تسلقوها وما تحاولوا ما تهبطش البنات، زعما تنزل طيب بزاف باش ما تعجنش معنا. عارفين القرعه
كيف ما كتهبط دغيا كتعجن. ضروري نسلقوها غير شويه، وضروري في الماء يكون الملحه، حيت واخا نضيفوا الملحه هنايا في هاد التشحيره راه ما تجيش زوينه، ضروري يكون في الماء مسلوق معاه الملحه. هنا ضفت واحد شويه ديال السوداني كيبقى اختياري، وشويه د البزار، ضروري من البزار، غير هو السوداني اختياري، حنا تنفضلوا الحار. اللي ما تيبغيش الحار يمكن له يستعملوا بلا حار، راه كيجي لذيذ. صافي غنصوتي هاد القريعه ديالي حتى كتشرب داك الزويته بلديه وداك الثومه. نفس المقله بلا ما تنغسلها كنضيف معلقه كذلك ديال زيت الزيتون، وواحد شويه ديال الثومه راس معلقه او ضرس واحد، وغادي ننزل بخيزو او الجزر اللي سوا سلقته غير بالماء والملح حتى هو. علاش تنقول الماء والملحه؟ يعني ملي كتسلق الخضره في الماء معاه الملحه كتجي متبله وكتجي لذيذه. حنا هذا كنزيدو غير كنشحروها وكان صافي. من بعد ما شرب ليا الزيت غندير واحد العصاره ديال الحامض، راه كيجي خطير خطير مع الجزر، كيتواتى مع الحامض. يمكن لكم تضيفوا حتى واحد شويه ديال المعدنوس حتى كتطفيو عليه النار ويبرد، وكنضيفوا داك النتيفه ديال المعدنوس كيجي غزال حتى هو. وكنضيف واحد شويه ديال الكمون، وهو الجزر واجد معانا حتى كيتشرب معانا داك الزويته، كيجي متبل ولذيذ. ما تشبعوش من هذا الخضر بهذه الطريقه هكا. وكذلك راه صحي، ماشي غير يعني مسلوقين ومشحرين غير بالزويته بلديه، كيجي غزال ما شاء الله شهوه منه. هنا عندي فلفله كندير واحد 3 ديال المعالق الزيت. هنا كنكثر شويه زيت الزيتون، ضروري من زيت الزيتون الا بغيتو هذا الشيء يجيكم منكه ولذيذ وصحي. زيت الزيتون، وكنضيف واحد شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه لان الفلفله عندي مشويه غير بالملحه. وصافي كنصوطيها حتى كتشرب ليا داك الزيت، وداك الزيت هو كنرافقو معاه ما تلوحوش حيت راه زيت زيتون وكيجي لذيذ مع انت كتاكلي الفلفله وكتحسي بداك النكهه ديال الزيت. صافي غير هكذايا. يمكننا حتى نطفيو النار عليه تماما ونزيدو الحامض. هنايا كيف ما شفتوا الدنجل انا اللي شويت راني درت له واحد 2 مطيشات، واحد الضرس ديال الثومه دورته في مونينيكس مزيان حتى تنطحل ليا تماما. ضفت له شويه ديال الكمون، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الفلفله حمراء، وشويه ديال الزيت الزيتون 3 المعالق، وشحرتهم مزيان حتى نزل ليا داك مطيشه وتشحرت وما بقاش فيها الماء. وكنضيف داك الدنجال وكنعفسو كيجي بداك الطريقه غزال لذيذ. هنايا السمك انا غادي من بعد ما تشرب ليا وساليت كلشي، درت بطاطا تقلات هي كذلك. هنايا كندير انا بلاستيكه ديال الدقيق، وكنهز الحوت كامل وكندخلو كنخد كميكه او داك البلاستيك انا حسب لي سجلته معاكم، وكنكبو هكذايا في الغربال كنزلو وكنغربلو. كيزول الدقيق تماما، كيبقى غير اللي ملبس معاه، ما كيبقاش بصفه نهائيا الدقيق، وكيبقى ليا الزيت نقي من داك الدقيق وما كتحسيش بريحه الحرق ولا كتشمي ريحه الحرق. هو نغربلوه ضروري مزيان باش ما كينزل من معنا الفرص اللي احنا ملبسين في هذا السمك. صافي نستمر حتى نكمل القلي كامل، نكمل الكروفيت، نكمل السمك ديالي اللي بقى كامل، راه دغيا تيوجد معنا، راه ما تيتعطلش في القلي. هنا صافي هنا من بعد ما سليت السمك ديالي كلشي بالقلي. هنا الخضره درتها مع الجنيبات كيف ما شفتوا مرافقات كيجيو مع الجناب. السمك انا فرشت 2 ميرنات مع الجناب كيف ما شفتوا. كيبقى دائما اختياري والطريقه كيف ما بغيتي كتستعمليها. كندير كيف ما قلت لكم الميرنه مع الجناب، الشرمته هما مع الجنيبات، وغادي نفرش من تحت الشطون. راه كيجي هذا الشطون اصلا راه معروف صحي ولذيذ وفي متناول الجميع. صافي غنفرش بهذه الطريقه. دائما الطريقه كتبقى اختياريه. وكيبقى اخر حاجه هو الكروفيت كنستعملو من الفوق كتزين، وفي نفس الوقت كيجي من منظر هكايا. انا كيف ما شفتوا الروز انا استعملته مع الجنيبات كيف ما هو والفجل. الخضره انت هما رافقتهم مع الجناب كيف ما استعملت الخضره القرعه مترافقه مع قبله القرعه، خيزو مع قبله الخيزو باش كيجي كلشي قريب قدامه الخضر. وهذا هو الطبق ديالي، كنتمنى يعجبكم. ولا عجبكم ما تنساونيش من بارطاج والاشتراك مع الاهل والاحباب، شي حاجه صحيه وصيفيه، ونبدلوا الطويجنات ونبدلوا المرق ديال البرد اوكله صيفيه كيف ما قلت لكم. وكنتمنى يعجبكم، وكنقول لكم الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.